بتقف في البلكونة ولابسة قميص النوم، بتشغل اللي رايح واللي جاي واللي قاعد على القهوة اللي قدام العمارة، ولكن وقعت وقعة منيلة. تعالوا نسمع الواقعة دي من الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحدة ساكنة في عمارة، ساكنة في الدور التاني، قدامها قهوة أو كافيه، في جنبها شركة. الشركة دي طبعا فيها شباب وفيها رجالة بيخرجوا وقت البريك علشان خاطر يقعدوا على القهوة، إذا كان هيفطروا ولا حاجة، إذا كان هيتغدى مثلا، إذا كان هياخد كوباية شاي ولا حاجة. هي بتطلع في الوقت اللي هو فيه البريك ده وفي شباب قاعدين على القهوة، تبص لواحد معين هي تكون منمرة عليه، تبدأ إن هي تشغله، يبص لها وتبص له، وبعدين تروح داخلة الشقة، وبعدين تخرج تبص له تاني وتشغله، وبعدين تدخل الشقة تغيب كده قد ربع ساعة وتخرج له تاني، بتسخنه. هو قاعد على القهوة بقى وخلاص ومستني، بدل ما هي بصت له مرة وشغلته فهو بدأ إن هو يتعلق بيها، وبعدين تدخل وما تخرجش تاني. هو هنا يتجنن، يبقى عايز إن هو يشوفها بأي طريقة إن هي تشغله تاني. تيجي تاني يوم تعمل معاه نفس الموضوع، تروح خارجة وواقفة في البلكونة ولابسة قميص نوم تاني وتعمل نفسها بتنشر، وبعدين تبصله وتبدأ إن هي تشغله برضه تاني، يبصلها تبصله، وبعد فين وفين تروح مشاوراله كده يعني بالراحة خالص. يروح هو جاي تحت العمارة وتروح منزلاله ورقة صغيرة، يمسك الورقة الصغيرة يلاقي فيها رقم التليفون بتاعها، يتصل بيها، تكلمه وتسخنه لغاية ما خلاص عايز تيجي تعالى اطلع، بس عايز تطلع وتيجي من عينيا، بس اهم حاجة محدش يشوفك وانت طالع. خلاص ياخد بعضه ويروح طالع. اللي بيحصل بقى هنا، اللي حصل هنا ان في شاب من الشباب اللي بيطلعوا عندها خد بعضه وطلع على اسم الشرطة علشان خاطر يعمل بلاغ في واحدة شغلته من البلكونة، طلع عندها وحصل معاه حاجة غريبة جدا. ايه اللي حصل معاه بقى؟ قال ان انا اتنصب عليا. اتنصب عليك ازاي؟ ايه اللي حصل؟ واحدة شغلتني من البلكونة، خدت بعضي وطلعت لها بعد ما ادتني رقم تليفونها وقالت لي خلاص يطلع. طلعت، ولما دخلت الشقة ويا دوبك قعدت معاها مفيش 5 دقايق لقيت واحد راح كابس علينا وبدأ ان هو دخل عليها يزعق لها ويضربها، وانت مين ومش انت مين. طبعا انا خفت، طلع اللي معاك. رحت مطلع كل اللي في جيبي، خد المحفظة وخد كل فلوسي وانا اتنصب عليا. طبعا ده الشاب الوحيد اللي راح عمل بلاغ. ليه؟ لان كل اللي كان بيطلعوا ما كانش يقدروا يعملوا اللي هو عمله ده بالذات هو الوحيد اللي خد بعضه وراح عمل المحضر ده. هنا طبعا بدأت الأجهزة الأمنية تتحرك وتشوف صحة الكلام اللي هو بيقوله. لقوا إن حقيقي إن هي بتطلع وبتشغل الشباب وبتطلع بلابسة قميص النوم. هنا طبعا عملوا لها الكمين لغاية ما واحد طلع. بعد ما طلع بشوية على طول راحت الأجهزة الأمنية طالعة بإذن من النيابة، اقتحموا الشقة، دخلوا لقوا نفس القصة اللي الشاب ده حكاها بتحصل مع واحد تاني. على طول تم القبض عليها، وقبل ما يتم القبض عليها هي واللي معاها لقوا بطاقات قد كده، محافظ، ساعات، سلاسل ذهب، فلوس. وهي قاعدة في شقتها بمنتهى البساطة، ولا بتنزل ولا بتروح ولا بتشتغل ولا بتعمل حاجة ولا بتخش على مواقع التواصل الاجتماعي وتقعد تبعت وتقول تعالالي ولا كلام من ده. لا، ده هي بتوقف في البلكونة 5 دقايق تشقط واحد. الواحد ده طبعا ياخد بعضه ويطلع، مش هيطلع علشان خاطر يلعب معاها سيجا، هو طالع علشان خاطر عارف ان هو هيعمل طالع علشان خاطر يمارس الحرام. لكن كل اللي بينزل من عندها بيخاف ان هو يبلغ. هيروح يبلغ يقول
فيقول خلاص عليه العوض في اللي حصل لي وانا مش هعمل كده تاني عمري ابدا، وياخد بعضه ويمشي يقولك بدل الفضايح مراتي تعرف ولا اهلي يعرفوا، وطبعا بدل ما انا رحت عملت محضر انا كده خلاص هتفضح. ولكن الشاب ده بالذات اللي عمل الواقعة ديت علشان خاطر اتعور في الفلوس جامد، خدت منه مبلغ كبير ده غير المحفظة بتاعته والبطاقة بتاعته، فهو حس ان هو هنا اتضحك عليه وان في شباب تانيين بتعمل معاهم كده، فعشان كده بلغ فيها. اتقبض عليها هي والراجل اللي معاها اللي هو طبعا اتضح ان هو لا جوزها ولا حاجة، وان دي عصابة بتعمل كده علشان خاطر تستدرج الرجالة او الشباب يطلعوا عندها وتسرقهم. نفس اللي بيحصل بالظبط على مواقع التواصل الاجتماعي، تلاقي الواحدة من دول تكتب رقم تليفونها، ولو انت عايز مش عارف افتح لك الكاميرا ابعت كذا وابعت فلوس كذا، لو انت عايز ان انا اقابلك في العنوان الفلاني تعالالي، ولكن لما بيروح بيلاقي ممكن يحصل معاه كده. يعني نخلي بالنا كويس الشباب اللي بتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي علشان خاطر يلاقوا ان في نوعية من البنات او من الستات اللي هم الشمال اللي بيبعتوا ارقام تليفوناتهم، او اللي هي تقول لك انا هبعت لك رقم التليفون وتبعت لي رصيد، ولو انت عايز اقابلك او انك انت تجيلي هتجيلي في المكان الفلاني والليلة بكذا، وياخد بعضه صح ويروح ويبقى متفق معاها ان هو هيدفع مبلغ كذا ويروح، ولكن لما بيروح ممكن طبعا يقع في وقعة زي دي والعياذ بالله. ودي آخرة الحرام طبعا، اتقبض عليها هي والحيوان اللي معاها. نتعلم من واقعة زي دي ان احنا ما نجريش ورا شهواتنا. خلي بالك بلاش ان انت تمشي ورا الحرام، الحرام دايما آخرته أطران. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.